هل بالفعل الجواز السوري صار سنتين ونص؟ صدقوني في كتير ناس نزلت الخبر وما عم بتكون واضحة بالشكل المطلوب. رح احكي لكم كل شيء واوضح كل شيء والمطلوب، بس بالاول اعمل لايك وشير هذا الفيديو واشترك بالصفحة لانه الحساب الجديد. المهم، اليوم الجواز السوري صار سنتين ونص، بس ليلي بيطالعوا له اهله الجواز من سوريا حصرا. تمام، يعني فيك تطالعه هون بالسفارة عادي ب6 سنين. حتى والفرق، يعني انت اذا بدك تحسبها اقتصاديا احسن لك تطالعه هون 6 سنين ما تطالعه هنيك بسنتين ونص بقلب سوريا. فطالعه من السفارة وخلاص، ما انك مضطر تطالعه سنتين ونص. هاي شغلة. الشغلة الثانية انه اذا انت طالع من البلد بشكل غير رسمي، اما اذا طالع من البلد بشكل رسمي، نزلت على سوريا بعد التحرير ورجعت، هذا كله بترجع بيطلع لك كمان 6 سنين. وبرجع بنبه انه درسوها صح، يعني اوفر لك تطالعوا من السفارة، اصلا كمان مو رخيص اذا طالعوا لك يا اهلك من سوريا. اعملوا لايك وشيروا هذا الفيديو، هاي القصة وما فيها.